مساء الخير. أنا ممدوح، مصري عايش في كندا من تقريبا 15 سنة. بشتغل مستشار مالي وتأميني في أكبر شركة تأمين موجودة، وبعمل فيديوهات عشان أساعد الناس يعرفوا إيه الحقيقة. النهاردة الفيديو بصراحة فيديو مهم جدا وهيفرحنا، لأن فيه أخبار كويسة كتيرة جدا في آخر الفيديو. فخليكم معايا للآخر. هنبتديها باللي حصل من القرارات الجديدة للمهاجرين واللاجئين واللي بيشتغلوا واللي هو الأعمال المؤقتة أو اللي بيدرسوا. وبعد كده هنتكلم على القرارات اللي حصلت النهارده 4 سبتمبر 2024، قرارات ظريفة جدا. هشرح لكم بس القصة باختصار. انتوا عارفين ان رئيس الوزراء بتاعنا راجل بيحب الشو، بيحب ان هو الناس تشوف ان هو يعني بيعمل قلبه طيب وحنين وخصاية بيضة وحاجات زي كده. فكان اي بلد بتحصل فيها مشاكل كان يجري يروح يجيب اللاجئين ويبعت لهم طيارة ويجيبهم، وكل الحاجات دي حاجة كويسة. طبعا ما بنقولش لا، انما ما كانش بيفكر في بلده هل في قدرة استيعابية للناس دول، هل الناس دول هيلاقوا شغل، هل الناس دول هيعملوا ايه، الصحة، الكلام ده. ما بيفكرش في كل الكلام ده خالص. نمرة اتنين، هو كحزب ليبرالي الحزب معروف ان هو فاشل اقتصاديا، ما بيعرفش يجيب فلوس للبلد. كان اسهل طريق ان هو يجيب فلوس للبلد هو طبعا موضوع الضرائب، كربون تاكس، وبعد كده الضريبة على الدخل ومش عارف ايه، وكل شوية يعلن ضرائب جديدة. والحاجة التانية هو موضوع المهاجرين، لأن دي فلوس سهلة بتيجي، فابتدى يعمل أنظمة للمهاجرين غريبة ما كناش بنشوفها قبل كده، زي موضوع الكفالة اللي خلى ناس كتيرة وهيئات كتيرة تبقى غنية بسبب المواضيع دي. يعني في واحد مرة حكى لي إن هو عشان يجي هنا بموضوع الكفالة دفع 20,000 دولار للكفيل. طبعا أرقام كبيرة جدا. بس كان الناس مجبرة عايزين يجوا لأن مش عارفين يعيشوا في بلدهم كويس. وبعدين كمل بقى في السياسة دي، مهاجرين لاجئين مهاجرين لاجئين، لحد ما حصل تأثير في 5 حاجات مهمة جدا في حياتنا اللي وصلتنا ان احنا اتخنقنا. اول حاجة موضوع التعليم، اللي بيجي ده بيجي سواء عيلة او مع ولد 2 3 ساعات اكتر. الولاد دول بيبقوا عايزين يتعلموا سواء في المدارس ابتدائي ثانوي جامعة whatever. التعليم ابتدى مستواه يقل جدا في كندا، برغم ان احنا كنا بنهاجر عشان موضوع التعليم لاولادنا. انما فوجئنا ان التعليم ما بقاش زي الاول خالص. ليه؟ لان القدره الاستيعابيه بتاعت الفصل ما بقتش زي الاول. اول ما ابتدينا كان الفصل فيه 15 واحد تقريبا، 16 واحد بالكتير قوي. لو ما يعني اول ما جينا دلوقتي الفصل وصل 30، يعني الضعف، بسبب كتر الناس وكتر الناس اللي موجودين اللي هم عمالين يجوا من بره. طبعا هم ما عندهمش مشاكل، هم انا ما بعيبش عليهم، انا بتكلم على اللي عمله رئيس الوزراء. نمرة اتنين، موضوع الصحة. الصحة النهاردة هو أي حد بيجي كندا بياخد تأمين طبي ببلاش مجانا. طبعا ودي حاجة كويسة جدا من الحكومة وبنشكرهم عليها، بس فاينالي لما كل عدد الناس زاد، الناس بقت بتعاني من الموضوع ده. وأنا إن شاء الله هعمل الفيديو اللي وعدتكم بيه بالنظام الصحي في كندا الفاشل الناجح. نمرة ثلاثة، السكن. لقينا الإيجارات ابتدت تعلى كتير جدا، لأن اللي معروض بقى قليل والناس كتيرة. فابتدت الناس تتخانق، وبالتالي اللي معاه فلوس هو هيدفع، وابتدى الناس اللي هم بيعرضوا لأن المعروض قليل يزود الأسعار. والناس اللي جت من الخليج والهوجة اللي حصلت وزيادة الأسعار، والبيوت النهاردة اللي وصلت أرقام فلكية في مناطق كتير جدا زي جي تي اي في اونتاريو، وزي عندنا هنا في مونتريال، واي ثينك في فانكوفر وفي كالجاري في البرتا. يعني الموضوع الأسعار بقى حاجة صعبة جدا 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 في المنازل، في السكن. نمرة أربعة، موضوع العمل. سوق العمل باظ بطريقة بشعة جدا، لأن الأعداد بقت كتيرة جدا جدا. للأسف بقى في عندنا معادلة غريبة جدا، شركات طالبة ناس مش لاقيين، وناس طالبة شغل مش لاقيين. ازاي المعادلة دي؟ ازاي يبقى في ناس عايزين ناس تشتغل وفي ناس مش لاقية شغل وما بيشتغلوش؟ لان الشركات بتطلب مواصفات معينة في الناس اللي عايزاها تشتغل، والمواصفات دي مش موجودة في المهاجرين اللي جم او اللاجئين. فبتكون النتيجة ان هم ما بياخدوش حد، فبقت شركات عايزة ناس ومش لاقيين. واللي بيجي كلهم بيشتغلوا في سوق العمل اللي هو المتاح، اللي هو بيسموه جنرال ورك. واخدين بالكم؟ فطبعا في النهايه بقى عددهم كبير جدا على اللي موجود، على اللي عايزين. فبقينا نشوف مكان زي ماكدونالدز اللي كان بيقبل اي حد، دلوقتي خلاص مقفول، ما عندوش اماكن لانه خد كتيره جدا. فابتدت يبقى في ناس موجوده ومش لاقيين شغل. دي المعادله الغريبه جدا اللي حاصله. نتج عن كده بقى ايه؟ نتج عن كده ان في ناس كتيره مش لاقيه شغل ومش عارفه تعيش، والدنيا بقت صعبه والاسعار زادت. وفي ناس من اللي هو جابهم اساسا، لانه ما بيعملش سelection، ما بيعملش اختيار، بيجيبه خلاص
بقى في منهم ناس terrorist إرهابيين مع اللي موجودين، ابتدت الجريمة معدلها يزيد جدًا، جدًا، جدًا لدرجة بشعة، وشُفنا اللي حصل من سرقة عربيات وسرقة بيوت وحاجات بشعة كتيرة جدًا ما كانتش موجودة قبل كده في كندا. كندا دي كنا بنقول عليها الأمن والأمان، وكنا ننزل نسيب عربيتنا بالليل مفتوحة، نطلع الصبح ما فيش مشكلة. مرّة نسيت المفتاح في الباب بتاع البيت، طلعت الصبح لقيته موجود. يعني ما كانش عندنا خالص الموضوع ده. دلوقتي بنخاف من أي حاجة. طيب ده التأثير اللي حصل على البلد، والبلد باظت بسبب الموضوع ده. جه بقى عم رئيس الوزراء وقرر إن هو يكمّل في هذه السياسة ويجيب أعداد تانية كبيرة. طبعًا مش عايز أقول لكم كمان إن الطلبة اللي بييجوا عشان يدرسوا هنا كمان أعداد مهولة مفتوحة على البحري، عقود العمل مفتوحة على البحري. الناس تيجي بقى في كمية يمكن ما يقرب من نُص مليون مهاجر ولاجئ غير شرعي، غير شرعي، وتقريبًا مش عارف أعداد مهولة من الطلبة برضه الغير شرعيين. وفوجئنا مثلًا بعدد من هنود يمكن ما يقرب من 2.000.000 قاعدين بصورة غير شرعية، اللي هو ياخد فيزا وييجي ويكسر الفيزا ويقعد. هو كان بيكمّل في السياسة دي، لغاية ما طلع له رئيس الوزرا بتاع كيباك عندنا هنا. وهو بالمناسبة ولا هو تبع حزب الليبرال ولا تبع حزب المحافظين، ده طلع كده استقال من حزب كان موجود وفتح حزب جديد ليه. ومن أول ما فتح الحزب ده دخل الانتخابات كسب 70% اكتساح الحزب الليبرالي، والتاني مرة برضه كسب باكتساح تقريبا 50%. وهو قاعد في الحكومة راجل كويس جدا. طلع قال أنا مش قادر خلاص، أنا فيصت مش قادر. ليه مش قادر؟ قال لك أنت بتديني 600 ألف مهاجر أوديهم فين؟ يعني الأرقام دي أوديها فين؟ قال له أنا القدرة الاستيعابية بتاعتي 180 ألف واحد، هاخد منهم 120 ألف عايزين يتعلموا، 60 عايزين شغل. أنا ما بقاش عندي مكان في التعليم، وما بقاش عندي مكان مساكن، مش قادر أبني، مش قادر أعمل أي حاجة خالص. فأنا خلاص يعني جبت آخري زي ما بيقولوا. وراح قصاد الموضوع ده قال له أنا هوقف عقود عمل، هديها 6 شهور بدل سنة، مش عارف الطلبة هعمل فيها إيه بهدلوا الدنيا. أنا ما شُفتش ما تابعتش بصراحة بقية المقاطعات عملت إيه، وإنما I think إن في حد تاني عمل كده. فكانت النتيجة إن رئيس الوزرا جاب ورا، جاب ورا، وطلّع قرارات جديدة بإن هيعملوا يمشّوا المهاجرين الغير شرعيين واللاجئين الغير شرعيين، وهيمشّوا الطلاب. بعد كده خلاص الطالب اللي يخلّص يروّح. ما فيش مش هيقلب الفيزا السياحة لعقد عمل، مش هيعمل اللي جايين بعقد عمل هيروّحهم تاني، مش يعني هيعمل كل حاجة. حتى البلاد اللي معاها اتفاقيات عدم ترحيل اللاجئين أو المهاجرين هيودّيهم. خلاص خَد قرار بإن هو يرجّع كل الكلام ده. طبعًا أنتم عارفين إن الانتخابات المبكرة اللي حصلت آخر مرّة كان عشان الحزب الليبرالي يحكم، دخل معاه حزب تاني اسمه NDP. الحزب ده كان أسسه راجل الله يرحمه جاله كانسر واتوفى، وكان حزب كويس جدًا وابتدى ياخد وضعه. وجه واحد جديد اسمه جاميت سينج، ده هندي وهو كان ماسك الحزب. هم اتفقوا مع بعض عشان يشكلوا الحكومة، فطبعًا راحوا مدّي له الأصوات بتاعته معاه، فبقى الأصوات أعلى من conservative اللي هو المحافظين، وشكلوا الحكومة قصاد طبعًا إن هو يبقى وزير في حكومة رئيس الوزراء اللي هو ترودو الليبرالي. وطبعًا عشان ده هيفيده في معاشه لمّا ييجي يطلع معاش في 2025. الغريب بقى اللي حصل إن بعد ما حصل الكلام ده، النهارده حصلت حاجات غريبة جدًا، جدًا، جدًا. النهارده الأربع 4 سبتمبر. إيه اللي حصل؟ طبعًا إحنا كنا مستنيين البنك المركزي يبتدي ينزّل الفايدة. وطبعًا نشكر ربنا إن هو الفايدة كان نزلت وصلت 4.5. النهارده نزلت كمان ربع في المِيّة بقت 4.25. والجديد واللي هيحصل بقى كمان، عشان دي توقعات الاقتصاديين عندنا في الشركة والناس كلها بتتكلم، إن على آخر السنة إن شاء الله هتوصل 3.75 من 4.5. يعني لسه في 3 مرات تانية ممكن ينزل ربع، ربع وربع أو نص في ربع. يعني المفروض إن هو هتوصل 3.75. وإن شاء الله على آخر 25 قد ترجع الفايدة أقل من 3 تاني زي زمان، وتبتدي الدنيا تمشي شوية. طب ده هيأثّر علينا في إيه؟ هيأثّر في الآتي: أولًا الناس اللي واخدين قروض متغيّرة mortgage بس بفايدة متغيّرة، اللي هو وصل 6% وشوية ومش عارف كام، كل ده هيبتدي إيه، ينزل تاني، وبالتالي يقدر يشم نفسه شوية، يقدر يشم نفسه شوية. نمرة 2، لو أنا واخد فايدة على الline of credit وبرضه الفايدة عالية، برضه هتنزل. لو أنا واخد فايدة على قرض مثلًا RRSP برضه هينزل. كل الفوايد دي هتنزل. بس من ناحية تانية خلّي بالك إن الفايدة اللي بتيجي على الفلوس اللي إحنا بنحطها هتقل. بس ما تتضايقش، بس دي حاجة كويسة.
فده اللي هيحصل بالنسبة لموضوع الفايدة، وده هيحرك شوية سوق العقارات. هيحرك شوية، لأن طبعًا أنتم عارفين السوق كان نايم وهادي شوية بسبب إن الفايدة عالية جدًا، الrate اللي عامله البنك كمان عشان يختار بيه الناس علّاه كتير، فخلّى الدنيا مش peace أوي، مش كل الناس بتعرف تاخد mortgage دلوقتي. فده هيغيّر الدنيا شوية، وبالتالي هيفتح لنا الدنيا شوية. نمرة 2 بقى الخبر الأجمل والأحلى، إن عم جميت سينج ده اللي هو رئيس حزب NDP اللي دخل شراكة مع الحزب الليبرالي، فك الشراكة النهارده. ده خبر جميل جدًا، جدًا، جدًا. ده معناه إيه بقى؟ معناه إن ممكن بمقتضى الموضوع ده الحزب الليبرالي ما يبقاش لوحده يقدر يقود البلد، يبقى لازم يعمل انتخابات مبكرة. يبقى بدل ما نستنى لآخر 25 ممكن نفاجأ الانتخابات في أول 25 أو آخر السنة دي which is very good. ليه very good؟ ليه حلوة؟ لأنك إحنا خلاص إحنا وصلنا لآخرنا من اللي بيحصل في البلد. محتاجين دم جديد، محتاجين حد جديد يكون تفكيره مختلف. إيه بقى التفكير المختلف اللي إحنا محتاجينه؟ أول حاجة إلغاء الكربون تاكس. الكربون تاكس دي نسبتها تقريبا 0.61 يعني 61 سنت زيادة على سعر البنزين اللي إحنا بندفعه. فلو إحنا النهارده عندنا مثلا إحنا هنا في كيباك البنزين ب 161 وشلنا ال 61 فيبقى البنزين هيرجع يبقى بكام؟ بدولار. قيس على كده كل مقاطعة زي فانكوفر مثلا في بريتش كولومبيا لو هو بيدفعوا 2 وشوية شيل منهم هيرجع البنزين عندهم 1.6. لو في اونتاريو بيبقى مثلا 51 وشال ال 61 هينزل تحت الدولار. كل مقاطعة هتلاقي سعر البنزين هينزل. طب لما سعر البنزين هينزل إيه اللي هيحصل؟ أسعار المنتجات الغذائية كلها هتحصل لها إيه؟ هتنزل، لأن أسعار المنتجات الغذائية مربوطة بالنقل، نقل المواد الغذائية من مكان لمكان، وده طبعًا بيأثّر على سعرها، فلما السعر يقل، سعر البنزين يقل، كل أسعار المنتجات الغذائية تقل، فنعرف نعيش، نعرف ناكل، بدل ما أروح أشتري شوية حاجات قد كده وأدفع $70 ممكن أشتري حاجات قد كده وأدفع $70 فالموضوع هيختلف. نمرة 3 المساكن هتختلف، لأن برضه نقل المواد البُنى والحاجات دي كلها بيأثّر على سعر المساكن، فدي برضه هيفرق معانا كتير تبقى الموضوع ماشي كويس. نمرة 4 الكربون تاكس برضه هيفيد كتير إن هيفتح مجالات استثمارات كتيرة، الناس اللي مش قادرة تفتح مجالات هتبتدي تفتح استثمارات كتيرة وده هيخلي سوق العمل مفتوح أكتر شوية وشوية. دي نمرة 1. نمرة 2 تظبيط موضوع المهاجرين واللاجئين تماما بقى. طبعا هو رئيس الوزراء واخد قرار ان هو هيمشي وهيمشي وهيمشي، بس لما الموضوع يتظبط احسن كمان مش بس بتمشية الناس، بان الناس اللي جاية يتعمل لهم اختيارات صح في القطاعات اللي احنا محتاجينها زي زمان، زي مثلا الدكاترة اللي محتاجين دكاترة فيجيبوا دكاترة منقيينهم سنهم اصغر شوية عشان يقدر يعمل الايكويفالنت بتاعته اللي هو الدراسة هنا ويبقى دكتور، فيزودوا عدد الدكاترة او الممرضين، او يجيبوا دكاترة مش قادرين مش عايزين يعملوا المعادلة فيشتغلوا في حاجة اقل سن فيملوا سوق العمل ده، فدي حاجة كويسة. يجيب مهندسين على قد ما هو عايز، مفيش مدرسين كتير دلوقتي يبتدي يجيب مدرسين، فيبتدوا يعملوا اختيارات للمهاجرين كويسة. نمرة 4 بقى موضوع الجريمة، أو 3 موضوع الجريمة. طبعا لما هيمسك رئيس وزراء جديد هيكون ده من أولوياته إنه يرجع الأمن تاني للبلد، وده سهل جدا إنه يتعمل بإن بدل ما يبقى الموضوع سايب، لأن الموضوع ساب ما بقاش فيه ماسكة زي زمان. زمان كنا بيقولوا لنا كده أول ما جينا إنك أنت لو نزلت من على الرصيف تاخد تيكت $150 عشان نزلت من على الرصيف. النهارده الناس ماشية في الشارع عادي مفيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن الموضوع ساب. فلما يتمسك تاني من أول وجديد يرجع الأمن تاني الدنيا تبقى بيس. دي القرارات إن شاء الله اللي المفروض اتخذت النهارده، وده أملنا في اللي يحصل بعد كده عشان نقدر نعيش إن شاء الله حياة كويسة ونشوف كندا جديدة. يومكم جميل.